بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبتي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا دايما بخير وصحة وعافية وستر ورضا من الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم اني اسألك التقى والعفاف والغنى والستر والرضا لي وليكم ان شاء الله. بصوا بقى، جايه لكم بفيديو ايه؟ قنبلة بقى. أكلة شعبية وجميلة وسهلة وبسيطة ومش مكلفة، وكل بيت فيه الحاجة دي اللي أنا هعملها ايه. بما اني انا اسكندرانية هعمل لكم كشري اسكندراني. كوباية عدس اهي. كوبايتين من الرز. انتي لو عايزة مثلا تكتري، مثلا تعملي 4 كوبايات رز عليهم كوبايتين عدس. يعني تزودي الكمية، مثلا كوبايتين رز عليهم كوباية عدس، عايزة 4 عليهم كوبايتين، 4 كوبايات رز عليهم كوبايتين عدس. انت شوفي حسب الأسرة والكمية اللي انت عايزة تعمليها. بناكل مع الكشري ايه؟ بنسلق، دي اكلة بقى امي بقى الله يرحمها وامهاتنا بتوع زمان. بنسلق بيض. طبعا بعدد افراد اسرتك، كل واحد بيضتين. طبعا محدش هياكل اكتر من بيضتين. بنسلقهم. بنعمل ايه مع البيض؟ اكله جميله حرشه وجميله. طماطم، لو عندك طماطم اهي، بتخرطيها وتحطي عليها توم ايوه، وكمون وشطه بقى وفلفل اسمر، وتحيقيها بقى ايه، تخليها كده جميله يعني. وعندك مثلا هريسه الشطه تحطي عليها، جميله اهي. التوم اهو اهو. دي بقولك على المكونات اللي بتتحط على الطماطم: كمون، هريسه الشطه، ملح، طبعا فلفل اسمر. بتبقى جميله جدا، وكمون. وان شاء الله تجربوا الطريقه وتعجبكم. يلا نبدا يلا نبدا. بصوا حبيباتي، هنا حله اهي وخرطت فيها بصلايه، وحطيت حته سمنه وشويه زيت. طبعا براحتك، عايزه تحطي زيت خالص، عايزه تحطي سمنه خالص، بس انا بحط ده مع ده يعني ايه، عشان الموضوع ما يبقاش ايه تقيل في الاكل يعني. زي ما انتم شايفين اهي البصله هقليها. البصل بقى ب25 جنيه يا جماعه، خلي بالكم على البصل. الاول كنت بهدر وارمي، بصراحه دلوقتي ما برميش لان الحاجه غليت زي ما انتم عارفين. الطماطم بقت ب20 والبصل 25، ومفيش حاجه اقل من كده دلوقتي، فلازم نحافظ بقى. ويستحسن لما تجيبي البصل، ان شاء الله هجيب بصل وافرزه معاكم، اخرطه كده واحطه في الفريزر عشان بيفضى في وقت كده بيفضى. طبعا احنا دلوقتي ما ينفعش ان احنا نهدر في البصل، لازم نخلي بالنا على كل حاجه، عشان زي ما انتوا عارفين الحاجه بقت غاليه مولعه يعني. الله المستعان. الحمد لله. اهو هنا هقلي البصل اهو لحد ما تبتدي يعني تصفر شويه. هكون انا غاسله طبعا بحط الميه الاول يعني، تغلي غلوه كده واروح حاطه الكشري، او ممكن تحطي الكشري وبعدين تحطي الميه عليه زي ما انت عايزه يعني، براحتك. طبعا انا هقلي البصل شويه عشان مطولش عليكم الفيديو وهوريكم. بصوا هنا البصل اهو اصفر شويه، طبعا مش عايزينه يصفر قوي عن كده كتير اهو. ممكن تحطي الميه وممكن تحطي الكشري، بس انا بحط الكشري عشان اقلبه ايه تقلبتين كده مع بصوا خلطت العدس مع الرز اهو، وهحطه مع فوق البصل اهو. لما بتحطي الرز تسخنيه، يعني تقلبيه كده تقلبتين، بيفرفر كده ويبقى طعمه حلو، بيفرق في الطعم يعني. عايز تحطي بقى شوية مرقة فورية عندك ماشي، عايزة مكعب مرقة فورية ماشي، براحتك. زي ما انت شايفة حطيت العدس كشري، كشري اسكندراني بما ان انا اسكندرانية. في واحدة قالت لي انت منين قبل كده، فانا على برد عليها اهو بقول لها انا من اسكندرية. هقلب اهو الرز مع العدس بالبصلة. طبعا هحط الملح عشان منساش، عشان بنسى الملح. ريحته جميلة والله خالص، لو جربتيه هيعجبك. انتوا طبعا كلنا عارفين الكشري اللي هو المصري التاني، اللي هو مكرونة وعدس وبصل وحاجات
حاجات كتير بقى، كذا نوع مكرونه وعدس بجبه اللي هو الاسمر، مش عدس اصفر، لا اسمر. طبعا كل المصر عارفينه بيعملوه، وعلى اليوتيوب كله اكيد عارفه وبيعملوا. يمكن ده قليل محدش بيعمله يعني كتير. هي اكله اسكندراني اصلا مشهوره في اسكندريه اهو. لما نكون زهقانين من الاكل وعايزين ناكل او ما عندناش اكل في البيت، بنطلع كده الاكله دي، اكله بسيطه وجميله وبنعملها. طبعا هحط الميه عليه واسيبه يستوي، وبعد ما يستوي هنشوف هنعمل ايه تاني. حطيت البيض اهو بسلقه زي ما انتم شايفين، ويخلص بقى الرز، وبعد كده هنرجع ونشوف هنعمل ايه. حطيت زي ما انتم شايفين الميه فوق الكشري. طبعا هسيبه يستوي، وبعد ما يستوي هوريهولكم. هنشوف هنعمل الخطوه اللي بعد كده. طبعا عادي كلكم عارفين طبعا الطماطم بتتخرط ازاي اهي. خرطت مكعبات كده اهي، مكعبات صغيره كده اهي. تحطي عليها توم، كمون، حطي حته هريسه الشطه، تحبشيها بقى زي ما انت عايزه. فلفل اسمر، توم، كمون، عشان تطلع ايه تحلية مع الكشري، تبقى طعمها حلو. طبعا هخرطها وارجع لكم تاني. بصوا هنا اهو الطماطم اللي انا عملتها اهي، حط عليها كمون اهي، وفلفل اسمر وتوم، وحته هريسه الشطه عشان تبقى حرشه كده، الاكله كلها جميله وحرشه. الكشري مستوى، هنغرف اهو. جربوا الطريقه يا جماعه، هتعجبكم، جميله جدا والله. هتدعوا لي ان شاء الله لو جربتوا الطريقه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نسوي كده، عشان بيقولوا في مثل بيقول العين بتاكل قبل البق طبعا اه كده. البيض ممكن يا جماعه تاكلوه كده مسلوق، وممكن تدحرجيه في حته سمنه، جميل جدا. ممكن تجربي الطريقه براحتك طبعا. عايزه تعملي كده اوكي، مش عايزه برضو براحتك اه. اه بسم الله الرحمن الرحيم. كشري اسكندراني، جربوه هيعجبكم جدا والله اه. حط شويه طماطم كده من فوق، حليه عشان نفتح النفس كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. واعملوا السلطه اللي قلت لكم عليها، الطماطم بالثوم. عندك بدنجان بقى ممكن تاكليه بدنجان بالثوم برضو، بس انت جربي الطريقه دي. هو احنا كنا بناكله بالطماطم، انت جربي الطريقه وهتعجبك جدا والله وهتدعي لي. يلا وكده يكون الفيديو بتاعنا خلصت الفيديو. يا رب يعجبكم وتعجبكم الطريقه اللي انا عاملاها. متنسونيش بقى في شير ولايك وسبسكرايب، وتكي على فعالي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.